السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشر مباركه ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبالمغفره وبطولة العمر وباش ما كتمناو نتوما وجميع المسلمين يا سيدي ربي. اليوم فيديو جديد بعد غيبه طويله. جيت نشارك معكم الطريقه ديالي بما انه رمضان على الابواب. الطريقه ديالي ديال الرايب اللي ما كيخطاني الصراحه للسحور، الرايب السائل او لا هكا اللي كيبغيه عاقد. انا بالنسبه لي صراحه كنفضل هذا السائل هكا، كنتسحر به مع طريف ديال الكيك، مع المهم كيجي غزال ولا اروع على ضمانتي. اللي جربو كيعجبو، ويعني الطريقه ديالو سهله جدا. فتنتمنى انكم تتابعوا لا فيديو حتى الاخير وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا سيدي ربي، وتجربوا كيف ما قلت لكم على ضمانتي. راه اللي جربوا مره ما كيعاودش يفرط فيه، ضروري كنبقى نستعملو هكا في رمضان. فانا ما كناخذوش في رمضان، تنصايبوا راسي ديما. وهكا اللي بغى ينسمو بالسيروس وديال النعناع اولا ديال الرمان كذلك كيجي زوين. فالمهم كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وغادي ندوزو ان شاء الله مباشره للمقادير. فبالنسبه للمقادير ديالو جد سهله، ما كنحتاجوش لا طنجره الضغط لا والو، الا بالنسبه اللي كيبغيه عاقد. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا خديت 2 لتر ديال الحليب، يمكن لكم ديروا غير لتر، انا درت كميه وفيره. اي حليب كاين، يعني الا كان حتى ديال العبار كيجي زوين، الا كنتو كتعرفوا شي واحد ثقه ما كيخلطوش ما كيزيدش فيه الماء فكيجي حتى هو زوين. 2 ياغورت بنكهه الفاني، والا كان عندكم نكهه الموز جربوه غادي يعجبكم بزاف. انا هنا كان عندي ديال الفاني فاستعملت ديال الفاني. وكل مره شنو كندير كذلك 3 ديال الفاني، يمكن لكم ديروا غير 2، وسكر سنيده. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. غندوزو على بركه الله. غناخذ بما انه الحال باقي بارد ما دافيش، فغادي ناخذ لتر ونصف ديال الحليب، غادي نديرهم على البوطه حتى يقربوا يفيضوا، حتى تطلع ليهم ديك كما كنقولوا ديك الكشكوشه من الفوق، حتى تطلع ليهم. غنحيدهم ماشي كيفيضوا، فقط كيسخنوا مزيان. الا كان الحال سخون فكندير غير لتر هنا ولتر كنخليه بارد. فصافي كيف ما كتشوفوا معايا خديت لتر ونصف، درتو هنا فوق البوطه يغلى. غادي نضيف عليه واحد الفانيلا وجوج فانيات الاخرين، فغادي نضيفهم هنايا. بالنسبه لنصف لتر اللي بقى ليا فغادي ناخذ واحد الاناء وغادي ندير فيه 2 ياغورت البنات. من الاحسن هذا اللي كيكون عاقد، ما تاخذوش هذاك اللي كيكون جاري، خذوا اللي كيكون متماسك عاقد. من الاحسن الا توفر عندكم، من غير في حاله الا ما لقيتوش بطبيعه الحال فتقضيو بالاخر. وكما قلت لكم حتى الحليب ديال العبار كيجي فيه خطير، وما تستعملوش البنات الحليب نصف دسم، يعني ضروري يكون كامل الدسم. صافي وغادي ندير هنا الفاني كما قلت لكم، فانيا غنديرها مع داك الحليب باش يتنسم يغلى، اللي كيغلى تنسم اكثر. وجوج فانيات فغادي نديرهم هنايا، 2 فانيات غنديرهم مع هاد نصف لتر البارد. وغادي نضيف كذلك سكر سنيده، 4 ديال المعالق ديال سكر سنيده. والحلاوه كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. غنحاولوا نخلطوهم مزيان، ضروري هاد المرحله تخلطوهم مزيان. اللي ما كيقدرش هكا يخلط بالخلط اليدوي خلطوا بالباتور، تحسوا بداك لان الحال بارد، داك السكر سنيده يكون ساجم مع الحليب، وكذلك الياغورت ما يبقاش محبب حتى هو يكون تخلط مع الحليب. صافي هنا حطيت الاناء ديالي هكا باش نتحكم فيه اكثر، وغادي نبدا نخلطو كما قلت لكم مزيان. ملي كيكون الحال دافي البنات يمكن لكم ديروا لتر فوق البوطه ولتر تخلطوه بحال هكا. الا جربتوا البنات هاد الطريقه هذه فغادي ما تبقاوش يخطاكم الرايب نهائيا. ما عمركم مازال تشريوه تصايبوه غير في الدار كيجي بنين. كما قلت لكم انا كل مره كنديروا بنكهه، مره بالفاني مره كنديروا بالبنان. حتى بالبنان كيجي خطير بحال داك اللي كيتباع ديال الشرقي تيتباع في المحلات، كيكون منسم تيجي زويون تيجي عاقد اكثر. صافي هنا غادي نبدا مباشره نضيف داك الحليب اللي طلعاتو الغليه كيف ما كتشوفوا، وكنحركو في نفس الوقت كنحركو من يعني ما نخويش دقه واحده، نبقاو كنحركو. هنا درت كميه وفيره، يمكن لكم ديروا غير لتر كما قلت لكم وديروا ياغورت واحد. صافي كنحاول نحركهم هكا ينسجموا كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا غادي نصبوا في داك الاناء الاخر
باش يتحكم به هكا ملي نبغي نخوي كيف ما شفتوا. صافي هنا خديت هاد القرعه ديال البلاستيك. المهم البنات اللي يقول لي لا ما خصناش نديرو في ديال البلاستيك، فانا تنديرها فيها حاليا، يعني ملي كنبغيه يسخن، ومن بعد كديروه في واحد القرعه ديال الزاج وكديروه في الثلاجه. المهم في الاول خاص نديروه في هكا في قرعه ديال البلاستيك باش يشد لينا. صافي عمرت القرعه الاولى كيف ما كتشوفوا، وبنفس يعني نفس الخليط تندير به هذاك اللي عاقد البنات. انا جربت معكم غير واحد 3. انا راه ما كيعجبنيش هذا العاقد بزاف، كيعجبني هذا الجاري كيف ما كنقولوا، هو اللي كيعجبني، ولكن غنوريكم الطريقه بالنسبه اللي كيبغي هكا عاقد. هنا درتو في الكويسات اللي غادي يبقاو فيه، وغادي ناخذ واحد طنجره ديال الضغط وغادي نستفهم فيها. يعني هاد الطريقه راه كتصلح للرايب بالطريقه ديالو بجوجهم، يعني السائل ولا هذا اللي كيكون عاقد. صافي ناخذ الماء اللي كيكون غليان ونصبوه هكا على الطنجره ديال الضغط، ما نوصلوش حتى الفوق، وغادي نسدها. نحاول نزير عليها وغادي ندير لها حتى الصفاره البنات. صافي هنايا من بعد ما سديتها، وهذا هو الرايب كيف ما كتشوفوا معايا السائل. فغادي نجي واحد المانطا غادي نقمطهم كيف ما كتشوفوا درت لهم كالتربيه، جبت المانطا ديال بنتي غادي نقمطهم مزيان، نمطهم مزيان يسخنوا. صافي نخليهم على الاقل واحد 4 سوايع على الاقل، يعني في هذا الحال بارد خليهم حتى 7 سوايع اولا ليله كامله، وفي الصباح ديروهم في الثلاجه. صافي من بعد كديروهم في الثلاجه راه كيعقد. انا هنايا راه اون فوا حيدته مازال ما درتوش في الثلاجه كيف ما كتشوفوا، وريتكم القوام ديالو. مازال ملي غيبات في الثلاجه غيزيد يعقد اكثر. كنت مزروبه فكان عليا نكمل لكم التصوير لينا ما غاديش نكون، فقلت نصوروا لكم هكا. مازال ملي غنديرو في الثلاجه غيزيد يعقد اكثر واكثر. فصدقوني هاد الطريقه هذه ناجحه 100%. فجربوه ان شاء الله، وكنتمنى انه يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم بليجيم ديالكم، ونقول لكم شكرا لحسن المتابعه ديالكم. الفيديو الجاي ان شاء الله.